عليكم، شلونك حبيبي؟ وعليكم السلام ورحمة الله حبيب قلبي. شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. الله يحفظك فدوى قلبك. كونك مشهور ابو فطومه وحسوني، يعني ما شاء الله حسابك على اليوتيوب 2 مليون وعندك قناه ثانيه يعني نص مليون، فالحمد لله والشكر. حبيت شكر بفضل المتابعين وفضل المحتوى اللي جاي نقدمه. احمد الله ودي، اكيد محتواك جدا راقي، يعني جاي اشوف محتواك جدا حلو. أشكرك. حبيت اسالك على المحتوى يسمونه تافه يعني حاليا. جاي نشوف الدولة بدأت تسوي يعني دعاوي وما أعرف شنو، يعني يحجمون من هذا المحتوى التعبان التافه. صح. أنت شلون تشوف مثل هاي الخطوة باتجاه الصحيح، كونك أنت ما مختلط بأجواء التيك توك هواي يعني وبأجواء المشاهير التيك توك، فقط يوتيوب أكثر شيء جاي أشوفك. لا احنا أول شيء بدينا بالتيك توك. التيك توك هو مرحلة اللي قدمنا وسوانا باليوتيوب وشهرنا. فاحنا ما قدمنا محتوى مثل هاي المحتويات اللي جاي تقول عليها. احنا محتوانا هادف وتعليمي وتثقيفي. فاللي يسوي هيك محتويات تافهة، يعني ما اعتقد يعني هذا شيء انسان يعني يقدم محتوى، يعني شو اقول لك، يعني ما يفيد المجتمع اصلا. العفو، انت تحكي بس احنا جاي نشوف يعني اللي يقدم محتوى هذا تسميه تافه او ما له يعني نفع او شيء، جاي نشوفه يصعد. شنو سبب الصعود؟ هل المجتمع يعني جاي يساعده لو شنو يعني؟ هاي جاي يصعد شلون من يشوفه يحب يشوف اكثر مره ويشوف جماعته يقول له شوف هذا شو مسوي، شوف هذا شو مسوي. بالتعليقات من يتجاوز عليه او يكتب تعليق سلبي راح يصعد المحتوى اكثر، فهو هذا السبب. يعني قصدك هاي بعض المقالب والشغلات يعني هاي هم يتفقون عليها في سبيل يصعدون الحساب او الفيديو يعني متفق عليه. بالضبط، هم يحبون التعليقات السلبيه حتى شنو تصعد المحتوى، لان التعليق السلبي يفيده من يعلق هو اي تعليق يشو يطلع بالاكسبلور. اذا علقت تعليق واحد يطلع اكثر من شخص النوب، فهو يفيده بعد يصعد المحتوى من هذا السبب. ان شاء الله تبقى على محتواك الجميل أشكرك وتتطور بعد احسن واحسن، وانا اشكرك يا ابو فطوم، الله يوفقك. ومن خلال قناتك اشكر متابعيني اللي وصلوني 2 مليون، وانا اشكرك جزيل الشكر.